التغطية الخاصة ضمن برنامج منطقة عمل. اليوم تغطيتنا ستكون بخصوص مجسر الشالشية ومواكبة الأعمال التي تسير في هذا المكان الاستراتيجي الحيوي في العاصمة بغداد، والذي بافتتاحه سيمكن المواطنين وكذلك حركة السير من تخفيف الزحامات، وبالتالي الوصول إلى مناطق جيدة بمدة أقل. يعني المواطن يصل لربما بساعتين إلى منطقة عمله أو مكان الذي ينوي الذهاب إليه بسبب الاختناقات المرورية. هذا المشروع ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية. لمعلومات أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي المهندس المختص في هذا المشروع والمشرف عليه الأستاذ المهندس عمر محمود، يطلعنا على أكثر معلومات عن هذا الجانب. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مرحبا بك بهذا اللقاء. الله يسلمك. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك وبالأخوة المشاهدين والزملاء في الاستوديو. حقيقة مثل ما أشرت حضرتك مشاريع فك الاختناقات الحزمة الأولى، هذه المشاريع إن شاء الله ستكون كفيلة أنه ترفع الثقل عن كاهل المواطن العراقي اللي عانى كثيرا، خلينا نقول من بعد 2003 من الاختناقات المرورية، الزحامات والمعاناة لوصول أماكن دوامة أو قضاء الأعمال اليومية اللي يقوم بها. إن شاء الله ستكون الحزمة الأولى كفيلة إن شاء الله بتخفيف هذا الحمل على المواطن العراقي بما لا يقل عن 80% مما كان يعانيه سابقا. أستاذ عمر، لو تكلمنا عن هذا المشروع، هناك تغطيات كثير، تسليط إعلامي كثير عن هذا المشروع والمشاريع الأخرى ضمن الحزمة الأولى. لو تكلمنا عن هذا المكان بالضبط وقصة بداية هذا المكان، متى تم الانطلاق بالعمل وكيف صارت الأمور في بواكير بدايته؟ هذا المشروع هو مشروع مجسرات الشالشية والطوبشي. المواطن العراقي أكيد يعرف معنى هذه المجسرات، اللي هو في شارع حيوي في منطقة في العاصمة بغداد. تقاطع الشالشية كان يشهد اختناق مروري على مدار السنة، كذلك مجسرات الطوبشي اللي هو مجسر جابر بن حيان اللي هو عبارة عن تقاطع يمثل عقدة مرورية حقيقية في العاصمة بغداد. بداية باشرنا بالعمل بتاريخ 2/8، كانت أول ركيزة عاملة في هذا المشروع. طبعا العمل مشى بهذا المشروع ضمن التوقيتات المحددة، لكن لا يخفى على كل مواطن عراقي، وخصوصا احنا اللي خضنا هذه التجربة في مشاريع فك الاختناقات، المعوقات اللي واجهتنا والصعوبات اللي لاقيناها، واللي هي أهمها تعارضات البنى التحتية. تعارضات البنى التحتية اللي مثلت لنا عائق كبير في مجريات سير هذه الأعمال. وحقيقة لو كان توجه هذه الأعمال، وهذه الأعمال كانت في منطقة مفتوحة تخلو من المشاة، تخلو من السيارات، وكذلك منطقة تخلو من التعارضات البنى التحتية، أنا أكاد أجزم أنه هذه المشاريع كان بدل ما أنه تنجز على سبيل المثال في 8 أشهر، أكاد أجزم أنه تنجز ب4 أشهر، خصوصا بهذا التوجه والدعم الحكومي والتنسيق بين دائرة الطرق والجسور، وزارة الإعمار والإسكان، والوزارات الأخرى، أمانة بغداد، وزارة الكهرباء. حقيقة تنسيق عالي جدا، تشكيل خلية كاملة لغرض العمل على هذه المشاريع. فحقيقة كما مثل ما قلت لك، احنا المعوق الأهم والأكبر كان هو تعارضات البنى التحتية. طبعا ظهرت لنا تعارضات كثيرة في هذه المشاريع من خلال التنسيق مع دوائر الدولة، تم وضع الحلول، تغيير مسار التعارضات التي ممكن تغييرها، كذلك التعارضات اللي ما ممكن تغير، تعرف هناك بعض التعارضات اللي صعب تغييرها أو ما ممكن تغييرها، تعاملنا وياها تعامل مهني فني هندسي بحيث تجاوزنا هذه المسألة وهذه التعارضات اللي تخص البنى التحتية للمشاريع. طيب مهندس عمر، حضرتك إجابتك بها شقين، تثير سؤالين. الأول التعارضات وكيف تغلبتم عليها، تقريبا أنت وضحت لنا جنابك، وإذا كنت تفصل أكثر عن ما هي هذه التعارضات بالضبط. قلت حضرتك البنى التحتية، ماذا تخص أولا وكيف تغلبتم عليها، وهل هنالك مدة زمنية توقفتم أم استمر المشروع لحين حل تلك التعارضات؟ هذا سؤالي الأول. السؤال خلي أسبق الإجابة على هذا السؤال بمعلومة جدا مهمة تخفى عن المواطنين بشكل عام، إلا إحنا واكبنا هذه المسألة وهذه التجربة. كان هناك فريق عمل متكامل من كافة دوائر الدولة، أمانة بغداد، وزارة الكهرباء، التسجيل العقاري، عقارات الدولة، الموارد المائية، من كل الدوائر الخدمية وكل الدوائر اللي عندها خدمات بالعاصمة بغداد. حقيقة في مدة قياسية وفي زمن قياسي من خلال التعاون المشترك بين هذه الدوائر قدرنا قبل ما نباشر بأي مشروع بمشاريع فك الاختناقات، أنا أتكلم بشكل عام،
باي مشروع من مشاريع فكرة الاختناقات قبل ما اباشر بها كان اكو هناك مجهود يثمن حقيقة لكل من شارك بهذا العمل في مدة قياسية. تم تزويد دار طرق والجسور بالتعارضات الخاصة بالبنى التحتية في العاصمة بغداد لكل موقع من هذه المشاريع. لكن هناك نقطة طبعا لا يخفى العراقي أنه مرينا احنا في ظروف استثنائية، مما اضطر بعض الدوائر الخدمية إجراء أعمال صيانة تغيير مسارات في سنين سابقة. هذا الشيء ممكن ما كان عندهم فرصة أنه يحدثون بياناتهم، ما كان عندهم فرصة يحدثون مخططاتهم. لذلك لما زودونا بهذه المخططات كانت هناك بعض الخلافات بين المخططات وواقع الحال. التعارضات اللي ظهرت لنا طبعا أنابيب مجاري، خطوط نقل الطاقة الكهربائية، خطوط توزيع طاقة كهربائية، كيوسكات، أنابيب ماء. طريقة التعامل وحلها كان من خلال التواصل مع الدائرة الخدمية المعنية، إيجاد الحل بشكل مباشر. الشركات تباشر مباشرة بمجرد أنه يكون هذا التعارض يمثل عائق للمشروع، الشركة تباشر بشكل مباشر بتغيير مسار هذا التعارض. أما كونه أثر على العمل بشكل عام فما عندنا أي تعارض سبب توقف بأي عمل. هناك ممكن يكون توقف جزئي لجزء من أجزاء المشروع، ليس كل أجزاء المشروع بالكامل. على سبيل المثال في مقطع من مقاطع المشروع ركيزة أو قبعة ركائز يوجد تعارض ماء، كهرباء، مجاري، هذا لا يعني أن المشروع بالكامل يتوقف. في بقية الأجزاء في كل فقرة متاحة من المشروع هناك توجد كوادر عمل. في هذا المقطع يتم معالجة العائق اللي يطلع لنا، التعارض اللي يطلع لنا، تغيير مساره، وتستمر عمل بشكل مباشر. فما صارت عندنا توقفات بسبب تعارضات البنى التحتية، لكن الحمد لله والشكر تم معالجتها بشكل كامل كلها. طيب مهندس عمر، اولا يكون امام الكاميرا. نعم. حضرتك تكلمت عن تعارضات جديده غير محدثه من قبل الجهات المعنيه، كيف تعاملتم معها؟ وهل تفاجأتم بها ام تم اخباركم من قبل الكادر الموجود هنا؟ طبعا هذه اللي قلت لك احنا تم تزويدنا من قبل الدوائر الخدميه تعارضات غير محدثه. اي نعم، بالمخططات اللي تخص تعارضات خدمات الدائره المعنيه. قلت لك سابقا مرينا بظروف كلنا نعرف هذه الظروف. في بعض الأحيان اضطرت كوادر بعض الدوائر إلى إجراء أعمال صيانة، تغيير مسارات، حلول وقتية. ممكن تكون حلول دائمية، لكن تعرف الأوضاع اللي مر بها العراق خلال السنين السابقة ممكن سببت إرباك للكوادر بحيث ما حدثوا بياناتهم. أنت حضرتك قلت لي شلون صار التعامل ويا هذه التعارضات. طبعا أكيد احنا تعاملنا ويا هذه المسألة بكل حذر. تتم أعمال حفر استكشافية ننزل بها إلى أعماق تصل إلى 4-5 متر، نطلع على ما موجود تحت الأرض. هذه بنفس اليوم العفو؟ هذه طبعا نفس اليوم يتم أعمال حفر استكشافية، معرفة في حال وجود تعارض. بعد ما ننزل إلى عمق 4-5 متر ما عندنا تعارض يستمر العمل. في حال وجود تعارض مباشرة مثل ما قلت لك تشكل فريق كامل من كل دوائر خدمية بالدولة، اتصال مباشر بالجهة المعنية. على سبيل المثال هذا التعارض تابع إلى بلدية الكرخ، إلى بلدية الكاظمية، إلى وزارة الكهرباء، الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بغداد الكرخ أو الرصافة حسب موقع العمل. هناك خلية متكاملة، مجموعات منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل مباشر بالجهة المعنية. يتم تحديد عائدية هذا التعارض، ماء، كهرباء، مجاري، أيا كان، مباشرة من خلال محاضر مشتركة، تنسيق مشترك مع الجهة المعنية، مع المرؤوس، مع المدير، مع صاحب القرار، يتم اتخاذ قرار مباشر. لذلك هذه المسألة يعني ما كانت لو كنا اتبعنا السياق الإداري السابق، لا ممكن أنبوب بسيط ممكن تعالجه بشكل جدا بسيط وبلحظة تتعالجه. لو كان على السياق الإداري السابق ممكن يسبب لك توقف بالعمل ما لا يقل عن 30 يوم. لكن في مشاريع فك الاختناقات بسبب التوجيهات والدعم الحكومي والإشراف المباشر من أعلى سلطات بالدولة، هذا الموضوع يعني ما كان موجود نهائيا في مشاريع فك الاختناقات. خلية متكاملة، فريق عمل متكامل من كل دوائر الدولة. أي تعارض يتم تحديد عائديته إلى الدائرة الخدمية المعنية، إجراء مباشر، تحديد مسار، تغييره مباشرة بالعمل وتغيير مساره وإكمال العمل بشكل مباشر. ما عندنا أي توقف صار بسبب التعارضات.
تمام. اذا هذا شيء جميل استاذ. بالعوده للسؤال اللي اجبت عليك حضرتك وقلت لك هذا من شقين السؤال، نتكلم عن التعامل مع المواطنين. هنالك زخم مروري، هنالك صعوبه، المواطن لم يعتاد على الازدحامات، لكن لم يعتاد على وجود مشروع يعمل بثلاث مناوبات، ثلاث شفتات كما يقولون، تعمل على مسار اليوم، مدار اليوم بكامله. كيف تعاملتم مع حركه المواطنين في هذه الأثناء؟ طبعا نوجه الشكر إلى مديرية المرور العامة. حقيقة كان هناك تعاون من قبل مديرية المرور العامة فيما يخص عمل طرق بديلة. حضرتك تعرف قطع أي طريق في بغداد، جزء من أي طريق في بغداد يسبب لك زخم مروري كارثي. هناك كان تنسيق مع مديرية المرور العامة، ممثلي مديرية المرور العامة، وضع خطة الطرق البديلة، يتم تنفيذ الطريق البديل ومن ثم بعد ذلك يتم مباشرة بالعمل. فيما يخص التعامل مع المواطن، تعرف طبيعة المواطن العراقي بسبب الضغوط الحياة، الظروف المعيشية، موظف يذهب إلى عمله، طالب إلى مدرسته، يتأخر، طالب يتأخر، أكيد نعاني من تعرض كثير من المواطنين إنه تذمر كثير من المواطنين. لكن بالمحصلة طالما المواطن يشوف أكو عمل حقيقي، هنالك ثمرة لهذا الانتظار. في بداية مشاريع فك الاختناقات واجهنا انتقاد كبير جدا من المواطن العراقي ومن كثير من الجهات وكثير من الناس، حتى هناك ناس شككوا في مصداقية هذه المشاريع. لكن طالما يوجد إنجاز، فتح مشروع، أول مشروع طبعا اللي هو مشروع فنون جميلة، تبعها بعد ذلك مشروع قرطبة. الناس طبعا فترة العمل اللي هو تحت الأرض، أعمال ركائز اللي هي كثير تفاجئوا، قالوا هل من المعقول إنه هسه إحنا أكو ركيزة بعمق 30 متر تحت الأرض؟ وناس كثير قالت صار 3 أشهر المشروع كذا، شهر متوقف، مجرد حافرين. ما وصلت المعلومة إنه يوجد أعمال حفر للركائز بعمق 30 متر وأعداد هائلة توصل إلى 500 و400 و350 ركيزة. وتخيل حضرتك بعمق 30 متر كونكريت، أقطار من 1.20 إلى 1.5 وكذلك. فناس كانت بالبداية ما واثقة من هذا الشيء، بعدها بدأت المشاريع تظهر، المعالم بدأت تظهر، فبالمحصلة تشوف الناس بدأت تتقبل هذا الموضوع، تعاطف المواطن، كانوا يتقبلون هذا الموضوع. يعني بداية العمل بالمشاريع كلها المواطن طبعا ينتقد، ممكن يوجه كلام مو حلو بحق اللي موجودين بالموقع، ممكن يتذمر، يعلى صوته، يحاول يتعدى على كوادر العمل. لكن بعد ما بدأت هذه المشاريع تظهر وأثبتت الحكومة أنه هذه الحكومة هي حكومة خدمات فعلا، والناس شافت المشاريع بدأت تنجز وتنفتح والناس تعبر عليها، وبعض صارت احتفالات، احتفلوا الناس بهذا الشيء، وهذه فرحة طبعا إننا كنا. فلا بدأ المواطن يتقبل هذا الشيء. هنا عندنا أصحاب محلات حقيقة من يريد يجي يوصل المحلة مثلا يسأل يعني كل منتهى الأدب، شو وقت كذا، كم الفترة، إلى متى. فمن نقول له مثلا بعد كذا فترة ما يشكك بيك، ما يقول لك لا كذا كانوا قبل، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، إذا خلاص زين. لكن هسه لا، تشوفه يستقبل المعلومة برحابة الصدر وأيد هذا الشيء، وإن شاء الله ويتأمل خير. وهذا إن شاء الله اللي صار واللي نشوفه، وإن شاء الله نأمل إنه كل المواطنين يكون عندهم رحابة الصدر ويتحملون اللي هو مجرد شيء مؤقت، لكن بعدها إن شاء الله الأمور إلى الأحسن. بالمحصلة أي مشروع ينجز هو لخدمة المواطن وخدمتك والخدمتي، ويكفينا فخر احنا بالنسبة لنا انه كنا جزء من هذا المشروع، يكفينا فخر. مستقبلا راح نتباهى امام احفادنا انه احنا كنا جزء من هذا المشروع اللي انجز في فلان فترة، في فلان زمن، في فلان يوم. موافقين. واحنا نتكلم انا وجنابك، يا ريت الزميل المصور احمد ينتقل على العمل السائر الان في هذه اللحظات وفي هذه التوقيت. يعني الان نحن عند 9:20 تقريبا. مهندس عمر لو انضم من جنابك،
نتكلم بالعكس المفروض ننسحب لانه احنا الكاميرا هي تحول، لا احنا لازم نرجع لانه هذا البام حقيقه يمثل خطوره. شوف الشباب كلها ملتزمين بمتطلبات السلامه، فاحنا لا تسحبنا على منطقه العمل، اسحبنا خارج منطقه العمل. تمام، انت اعرف مني بهذا الموضوع اكثر. طيب مهندس عمر، لو تكلمنا عن المناوبات الوجبات، تعملون ب3 وجبات يوميه يعني على مدار 24 ساعه كل 8 ساعات، كيف تجري عمليه التنسيق؟ وهل انتم منذ بدء المشروع بداتم بعمليه المناوبات الليليه ب3 وجبات؟ توجيه دولة رئيس الوزراء كان واضح وصريح، توجيه واضح وصريح. العمل في مشاريع فك الخناقات، هذه المشاريع في قلب العاصمة سببت إرباك في حركة المرور، لذلك كان التوجيه واضح وصريح أن العمل على مدار 24 ساعة. يتضمن هذا العمل طبعا فترات وجبات الطعام للعاملين، مسألة التناوب كفريق متابعة وإشراف على هذا المشروع. احنا كادر متكامل لكل مشروع، هناك فريق متابعة يتكون الفريق من مهندسين فنيين حرفيين، يتم التناوب على وجبات العمل صباحا ومساء وحتى الشفت الليلي. مخصص مهندس لكل مشروع يتابع سير الأعمال، حتى في حال وجود معوقات وفي حال وجود أي طارئ طبعا يتم تبليغ بشكل مباشر. في حال وجود يعني نفرض عمل لا يكفي، أيضا رأسا يتم توجيه تنبيه زيادة كوادر العمل بما يتناسب مع حجم المشروع، وإن كان شفت ليلي لكن نشوف اكو عمل مستمر في الفقرات المتاحة. تسليم الشفتات، شفت يسلم شفت، طبعا مهندسين مختصين لكل مجموعة مهندس يمارس عمله بشكل صحيح ويتابع سير الأعمال، وكل كادر مختص بعمله، كادر مخصص لأعمال الصب، للحدادة، لأعمال السبويس، لأعمال الركائز. يعني كل كادر يعرف حجم العمل ونوع العمل المكلف به، فما يعني ما صار عندنا فد إرباك أو شيء بهذا الموضوع، بالعكس أصلا هذا ممكن راح يصير هو عبارة عن شرط من شروط كافة الأعمال اللي راح تيجي بالمستقبل، أنه يكون العمل على مدار 24 ساعة. طيب احنا مشاهدينا الكرام والاستاذ عمر ناخذ هذا الفاصل ثم نعود اليكم لاستكمال هذه التغطيه المباشره لاعمال جسر الشالشيه المستمره لغايه الان، تبدا منذ ساعات الصباح الاولى واستمرارا الى اليوم التالي على 3 مناوبات يوميه. فاصل ونعود اليكم. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لاستكمال الحوار مع المهندس عمر صبحي المسؤول عن مجموعة مجسرات الشالشية والطوبشي، ليحدثنا عن الأعمال السائرة هناك منذ بدء انطلاقها في شهر آب الماضي وحتى الآن، وصولا إلى يوم الافتتاح الذي إن شاء الله سيكون قريب جدا. مهندس عمر، مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بك. أستاذ، لو تكلمنا عن جنابك كلمتنا عن المناوبات اليومية، هذا بخصوص الكادر البشري الفني، المهندسين، العاملين، الموظفين. لو تكلمنا عن الآلات والمعدات والأمور اللوجستية الأخرى، كيف يجري العمل خلال هذه المناوبات الثلاث؟ بالنسبة للآليات طبعا يعني أقصد نفس الآليات أم تأتي آليات أخرى تعزز من مكان آخر أو شيء؟ لا، بس نوضح مسألة كلش مهمة سبق وأن تم التوجيه بها والتصريح بها من قبل السيد مدير عام دائرة الطرق والجسور، ألا وهي اختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع. حقيقة تم اختيار هذه الشركات المنفذة لهذه المشاريع بعناية فائقة،
لذلك من نقول شركات رصينة، فهي فعلا شركات رصينة. الشركة يكون عندها السي في متكامل، الآليات اللي موجودة بالسي في هي الآليات اللي تملكها الشركة، مو مسألة تأجير أو تجي من مكان بعيد أو كذا، لأنما لا، مو يوجد في كل موقع في كل مشروع كم متكامل، آليات الشركة، كوادرها، حتى عمالها اللي هم يعني مثلا من أجانب. على سبيل المثال الشركة اللي تعمل هنا هي شركة تركية، شركة يدا، شركة معروفة، متوفر عندها كم هنا بها يعني ما لا يقل عن 100 عامل أجنبي تركي ومن جنسيات أخرى. آليات كلها تابعة للشركة، لكن تعرف يتم استبدال الشفت، الآلية تستبدل بآلية تابعة أصلا للشركة، الآلية يقومون بأعمال إدامتها، فحصها، بالتالي الآلية الثانية تستمر بالعمل. مسألة إنجاز الركائز في هذا المجسر يعني بسرعة قياسية، بمعدل كان العمل يسرب هذا المشروع بمعدل ما لا يقل عن 9 ركائز يوميا، فهذا يعتبر يعني طبعا إنجاز يعني فيما يخص أعمال الركائز العاملة بالمشروع. فيعني كل الشركات ذات سي في قوي، أعمال يعني إلها حجمها وقيمتها، إضافة لهذا إلها كوادرها. تعاملنا ويا الشركات وشفنا هذه الشركات مو يعني مسألة إنه تأجير من الأسواق المحلية أو كذا، لا، شركات ذات معدات ومكائن وإمكانيات عالية، من بشرية ومكائن ومعدات كاملة. يعني ما شفت إن شركة تأجير من كذا مكان، ولا حقيقة خلينا نكون واقعيين، لو فرضنا أن هذه الشركات تعتمد على مسألة التأجير والنقل، لكن شفنا في بعض الأحيان تلكؤ في مشروع بسبب أنه ينتظر مثلا المشروع الفلاني يكمل العمل في الآلية الفلانية، وخاصة من يصير حركة عمل قوية بالمشاريع، تشوف شحة بالآليات. هناك آليات يعني على سبيل المثال حفارة الركائز ممكن تكون استعمالها في السنين السابقة يعني ما ندر، ممكن احنا شهدنا بالسنين السابقة يمكن 4 إلى 5 مجسرات من سنة 2003 إلى 2024، فعدد الآليات الموجودة تلقاها محدودة. لو كان اعتماد الشركات على التأجير من الأسواق المحلية لكان شفنا ضعف وتلكؤ في بعض المشاريع عن المشاريع الأخرى، لكن مثل ما قلت لك وهذا ما ذكر السيد مدير عام دائرة الطرق والجسور، تم اختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع بكل عناية وبكل دقة بعد تدقيق كل أوراقها وكل أعمالها وحجم هذه الشركة، هل هي تستحق أن تكون ضمن هذا المشروع مشاريع فك الاختناقات اللي يحظى بدعم حكومي أم لا. ولكن الحمد لله وشوف كل الشركات أثبتت جدارتها بهذه المشاريع. طيب هذا يعطينا فكرة جيدة ونتيجة واستنتاج عن أنه العمل يجري بمواصفات فنية قياسية عالمية وليست عراقية فقط، على مستوى عالي جدا. وهنا هو هذا العراقية هي الأعلى، تزاوج أعتقد بين البريطانية والأمريكية أعتقد، لهذا أقوى المواصفات بالعالم. هو هذا أنا جايك بالسؤال. ويتم تحديد المواصفة العراقية تعتبر يعني مواصفة عالية جدا، فمو مسألة مواصفة عالمية أو مواصفة عراقية، لا، لكن طبعا حسب المادة، حسب نوع العمل، وحسب المكتب أو المهندس المقيم. هذا يتم تحديده عن طريق المهندس المقيم، انه هذه المواصفه يجب اعتمادها على المواصفه الفلانيه، المواصفه الامريكيه، المواصفه البريطانيه، المواصفه العراقيه، حسب الماده يتم اختيار المواصفه اللي في نظر المهندس المقيم او المكتب الاستشاري. يقول لك مثلا هذه المواصفه فيما يخص الماده الفلانيه انا اشوف هذه المواصفات هي الاعلى، اما فيما يخص الفقره الفلانيه فهي المواصفات مثلا العراقيه هي المواصفه الاعلى اللي تعطيك اعلى مواصفه، فالمواصفه العراقيه طبعا هي مواصفه عاليه جدا. انا كان توضيحي فقط للمشاهدين انه المواصفه العراقيه هي مزاوجه بين مواصفات عالميه ذات جوده عاليه وبالتالي هي الاعلى، وهذا كان سؤالي. اذا هذا يقودنا الى انه الشركات رصينه جدا، تعمل بمستوى عالي، بانسيابيه عاليه، بطرق حديثه في البناء والاعمار والتشييد، اكيد باشراف جنابك الكريم سواء من وزاره الاسكان والاعمار او امانه بغداد والجهات المشرفه من رئاسه الوزراء. هذا يقودنا الى انه العمل هنا بمواصفات عاليه جدا، بمتانه، بنوعيه المواد المستخدمه، باليات الموجوده. يا ريت تحدثنا عن هذا الموضوع. احنا حتى لا نبخس حق اي دائره او اي جهه اشتغلت سابقا، موضوع للتوضيح، كل الأعمال وكل المشاريع اللي تنفذ وفق ضوابط
وفق مواصفات معينة. ما ممكن إجراء أي عمل بدون ما يتم فحص كافة المواد، إجراء الفحوصات الهندسية اللازمة والفنية اللازمة، وطبعا مختبراتنا الحمد لله والشكر مختبرات يعني ذات مواصفات عالية. فيما يخص المواصفات في هذه المشاريع، فبالتأكيد كل مادة دخلت في فقرة من أي فقرات المشروع تم إخضاعها. في بعض الأحيان يتم جلب شهادة فحص من مختبرات عالمية. إضافة إلى هذا لنكون صريحين للضمان أنه هذه الفحوصات فعلا مطابقة، يتم فحصها مرة أخرى في مختبراتنا بالعراق. طبعا اكو مختبرات في هذه المشاريع، مختبرات حقلية داخل المشروع، هناك مختبرات حقيقية لإجراء الفحوصات حتى لا يكون هناك تأخير. سقف زمني، تعرف الفحص المختبري في مختبر يحتاج سقف زمني، زين، تروح الى مختبر معين تفحص يعطيك سقف زمني يقول لك خلال كذا يوم تجي تستلم النتيجه. هذا الموضوع طبعا همنا احنا تجاوزناه من خلال الزام الشركات بالتعاقد مع فحوصات حقليه. يتم اجراء الفحوصات المختبريه بداخل الموقع مباشره. على سبيل المثال منها مقاومه الانضغاط الخاصه بالكونكريت، مختبر حقلي لغرض فحص قوه مقاومه انضغاط الكونكريت مباشرة. يتم فحصه، تتم عملية الكسر للكونكريت لغرض معرفة مدى المقاومة الخاصة بهذا المكعب الكونكريتي، لإعطاء الأمر للشركة المنفذة الاستمرارية في حال وجود خلل أو فشل لا سامح الله في الفحص، مباشرة يتم التوجيه للشركة برفع ما تم عمله وإعادة عمله من جديد. لكن الحمد لله والشكر ما وجدت ما شهدناها، والعمل كله يعني كله وفق مواصفات. وحتى التصميم في بعض الأحيان بالتصاميم كانت هناك تصاميم تخص هذه المشاريع في قياس أقصى حد ممكن من الحمولات على الجسر. حتى بالتصميم تم تصميم هذه المجسرات بناء على احتساب أقصى حمولة ممكن أن تسلط على الجسر. اللي هي شيء تقريبا. لا احنا ما نحكي بالأرقام، بس راح أعطيك فد مثل بسيط يعني تم حسابها بهالشكل هذا. لا نحكي بالأرقام، خلينا نحكيها حتى يفهم المشاهد. تم حسابها على أساس 3 دبابات عسكرية واقفة على طول الجسر، وإضافة لهذا يرافقها هي هذه أحمال عمودية، إضافة إلى هذا أحمال أفقية اللي هي أحمال الرياح، والرياح بسرعة 160 كيلومتر بالساعة. وأنت تخيل على هذا الأساس تم التصميم. فحقيقة يعني حتى التصميم فضلا عن هذا الدراسة المرورية كان لها دور مهم. الدراسة المرورية والعد المروري كان له دور جدا مهم في التصميم الخاص بهذه المشاريع. ويا ريت اذا تسمح لنا هم نتطرق لهذا الموضوع، خصوصا موضوع الخاص بالتصميم مع الطرق السطحيه والمجسرات. كثير من الناس لازم هذا الكلام نحكي، كثير من الناس ينظر الى المشروع من وجهه نظره، او خلينا نقول على هواه او بما يناسبه. نعم احنا ويا الانسان البسيط، لكن تصميم هذه المجسرات وتصميم الطرق السطحية الخاصة بها يتم تصميمها بناء على مسألة نظامية وعلى عد مروري، وليس بالاعتماد على العشوائيات. ما نتعامل ويا الموضوع على المسألة العشوائية. على سبيل المثال في بعض المناطق نفترض وقوف سيارات النقل العام في مكان غير مخصص لوقوف سيارات النقل العام، ما نتعامل ويا الموضوع بهذه الطريقة. يعني أنا مثلا أجي أسوي دراسة مرورية على هذا التقاطع، أحسب حساب الكية مثلا، صاحب الكية أو صاحب الباص يوقف في مكان هو ما مخصص للركاب وياخذ لاين كامل من الشارع. لا، نتعامل بالتصميم وفق النظام المعتمد، وفق العد المروري. كثير من الناس ناشدوا على أنه نعمل استدارة تحت مجسر الشالشية، لكن في الحقيقة لما تطلع على المشروع بالشكل متكامل، مجسر الشالشية والطوبشي، راح تشوفه مشروع مترابط مع بعضه.
اني بعد ما انجز مجسرات الطوبشي احتاج بعد هذه الاستداره جوا الجسر نهائيا. فعلى سبيل المثال القادم من العلاوي يريد يرجع يوصل للتقاطع هذا، يريد يرجع للعلاوي، بعد ما تكمل مجسرات الطوبشي راح تشوف انه هو عباره عن يوتيرن تتوجه اليه بدون توقف، لا سبب ارباك الى سير ولا سبب ارباك الى حركه الماره، مباشر تطلع تتجه باتجاه مجسرات الطوبشي، تستدير وترجع بكل انسيابيه بدون توقف. كذلك الحال بالنسبه للقادم من ساحه عدن، ممكن باتجاه كامل، طبعا توجد استداره من اسفل الجسر باتجاه تقاطع براثه، وبالتالي اللي قادم من تقاطع براثه الى لاين كامل يتجه مباشره الى طريق العلاوي، والى السايد ايمن اللي هو اقصى اليمين المفترض يكون مفتوح. اقصى اليمين عرض الشارع كان تقريبا 7 متر، احنا اليوم نتكلم عن عرض الشارع راح يصير 16 متر، بدل ما كان لاين بلاين الضعف. فهذه المسألة جدا مهمة، دائما نقولها التصميم لا يعتمد على العشوائيات، دراسة وفق دراسة لا يعتمد على مسألة عشوائيات. احنا نصمم التصميم الخاص بالمشروع وفق الدراسة المرورية، وفق الضوابط والأنظمة المرورية. طبعا مسألة الأنظمة المرورية مثل ما شاهدناها في فنون الجميلة تقاطع قرطبة، أيضا راح نشهدها هنا، يتم نصب إشارات مرورية ضوئية حديثة متطورة متكاملة، وبعد قليل إذا صارت فرصة ممكن نروح من تحت الجسر ونشوف هذه المنظومات لأنه جاري العمل بها حاليا. طيب مهندس عمر، لو تكلمنا عن أنتم خضتوا العمل في من شهر الثامن شهر آب وحتى الآن، يعني في فصول متعددة ليس فصل واحد، يعني الصيف جاءكم الشتاء، الربيع الآن أنتم في الربيع، هذه العمل في هذه الفترات هل كل فصل له خصوصية أم العمل في نفس نعم. هو أريد أتكلم عن هذا الموضوع، هل العمل في كل فصل يحتاج إلى عمل خاص، مواصفات خاصة سواء من العمال أو الأدوات أو المعدات؟ فيما يخص طبعا الفصول أهم شيء عندنا هو درجة الحرارة اللي تتعارض مع مسألة الصب الكونكريت. مع ذلك طبعا توجد مواصفة درجة حرارة الكونكريت أثناء عملية الصب يجب أن لا تتجاوز 33 درجة مئوية. في أي فصل؟ أي نعم، في أي فصل. صيف شتاء درجة الحرارة يجب أن لا تتجاوز درجة حرارة الكونكريت أثناء عملية الصب، لازم تتجاوز 33 درجة مئوية. تمام. في الصيف يعني بالصيف تعرف درجة الحرارة بالنهار عالية جدا، فنغير جدول أعمال الصب، النهار ما نصب بالنهار، نتجه إلى آخر الليل، نأجل كل أعمال الصب مالتنا إلى آخر الليل. توصل الخطة الكونكريتية طبعا مطابق المواصفة 33 فما دون. مع ذلك لا يجب أن تتوفر البيئة الصحيحة ودرجة الحرارة الصحيحة. تعرف هذا الكونكريت يخضع إلى تفاعلات كيميائية بسبب حرارة، ممكن تحدث تشققات في الكونكريت بسبب درجات الحرارة. لذلك نلتجئ لأعمال الصب ليلا حصرا، بالصيف ليلا. في الشتاء طبعا همنا ايضا في الشتاء نفس الشيء تقريبا. اي يعني بس احنا نركز على مساله خاصه بدرجات الحراره المرتفعه يكون صب الكونكريت ليلا. بالشتاء يعني ممكن فترات الصباح الاولى يعني. مع ذلك يبقى الموضوع الاهم اللي هو طبيعه الصب، هل انت يعني تعمل بركائز، تعمل بقبعه ركاز، ام تعمل بسطح جسر؟ فهذا ايضا حتى مساله الشتاء يعني صب سطح الجسر حتى وان كان الجو بارد كونه مكان مكشوف، ما نخليه يكون الصب باوقات النهار، منتصف النهار، اما بدايه الصباح اما نهايه الليل. فهذه قلت لك هاي مساله جدا مهمه. كل قضيه محسومه سواء الحراره، نعم. البروده، التغيرات المناخيه. نعم. لو تكلمنا عن التغيرات المناخيه يعني شاهدنا بالفتره الاخيره امطار غزيره يعني في ايام، ورياح اتربه قد تكون معيقه لاي عمل، هو طارئ جوي خارج عن الاراده. كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ يعني حقيقه هذه مساله الامطار يعني كلها تعرف فيما يخص اعمال طبقات السبويس الطرق السطحيه واعمال سبويس، الامطار طبعا تاثر، خصوصا اذا كانت كميه الامطار عاليه. فاحنا في هذا المشروع استبدلنا طبقه السبويس اللي كانت مفروشه
يعني عندنا طبقة السبويس كانت مفروشة بسبب الأمطار، صار محتوى الرطوبة عالي جدا بهذه الطبقة، بعد ما يتم حدلها فأكيد راح تخضع للفحص، راح تكون فاشلة. تجاوزنا هذه المسألة من خلال رفع الطبقة بالكامل وإعادة فرش طبقة جديدة وإعادة حدلها وإخضاعها لفحص مختبري، وبالتالي استحصلنا على فحص مختبري ناجح. طيب مهندس عمر، الآن نتكلم عن عاملين، قلنا أكو وجبة أو شفت مسائي يعملون. طبيعة عمل الوجبة المسائية هل يختلف عن عمل الوجبة الصباحية أو المتوسطة الوسطية لنقول؟ عملهم بالضبط ماذا يكون؟ هل هو نفس العمل أم عمل مختلف آخر يناط به؟ لا، هي مو مسألة الشفت الليلي أو الشفت الصباحي، هي مو مسألة العمل يختلف أو لا. أقصد شنو من أي ناحية العفو؟ يعني أصل مقاطعة، أقصد يعني بسبب يعني قلة الزخم المروري، قلة الناس، يعني هو كل كادر مختص بعمل معين. كل وجبة بعمل معين، مو كل وجبة، لا كل كادر. تمام. كل كادر، يعني هي مو مسألة الوجبة الصباحية أو الوجبة المسائية. يعني على سبيل المثال ممكن وجبة تشتغل بالأعمال المسائية، هذه الوجبة اختصاصها أعمال كذا، مثلا أعمال الهاند ريل، أعمال صب السياج الجانبي. هذا الكادر تحتاج عمله مثلا الصبح، فمو معناته انه هذا ما يشتغل الصبح لا هذا مخصص الشفت الليلي، لا، ممكن عادي يكمل يشتغل الصبح. الصبح ممكن يشتغل اللي اختصاصه بالسبويس ممكن يشتغل بالليل عادي، يعني فهي الموضوع، بس الموضوع الأهم انه كل كادر توزيع مهام، كل كادر مختص بعمل معين. يعني ما يصير انه كادر مختص باعمال السبويس يجي يشتغل باعمال هاند ريل، له اعمال المفاصل، له اعمال اكساء، كل كادر له اختصاصه المعين. هذا الموضوع. اما الصباح لا، ما كان عندنا هذا التقسيم. العمل يعتمد على طبيعة الأعمال المتاحة في فترة النهار أو فترة المساء. هذا التقسيم كان بهالشكل هذا. أنا كنت أقصد أيضا بسؤالي أنه عمل يكمل عمل، يعني كادر فريق يكمل عمل كادر، يعني اليوم مثلا مساء سيهيئون لمن يأتي في الصباح. طبعا. هذا أنا أقصد أيضا من السؤال. طبعا هذه واحدة من النقاط. طبعا اكو بعض الكوادر تشتغل فقرة من الفقرات يجي بعدها كادر معين يكمل هذه الفقرة. كادر مثلا يشتغل بأعمال تثبيت سياج حديدي، الكادر اللي بعده يجي يكمل أعمال الصبغ. كادر يجي يشتغل مثلا أعمال فتح قالب خاص ب الجدران الجانبية، كادر بعده يجي اختصاص أعمال معالجة، أعمال تنعيم، أعمال صبغ. فأكيد هذه المسألة أنه كادر يكمل كادر، هذه المسألة جدا أكيدة طبعا. طيب لو تكلمنا عن موضوع آخر، المواد المستخدمة. نعم. المواد اللوجستية، يعني الإسمنت المستخدمة، هل هي محلية الصنع أم مستوردة؟ يعني معاملنا في العراق هل قدمت الحاجة التي تحتاجها، خصوصا انطلاق مشاريع دفعة واحدة تحتاج إلى مواد وكميات كبيرة من مواد البناء؟ طبعا أنت ما ممكن تستغني عن الأسواق المحلية طالما المنتج خاضع إلى فحص وناجح بالفحص المختبري. وين الضرر بالموضوع؟ بالعكس انتعاش الاقتصاد، بالعكس تحفز. لا نعم احنا عندنا حديد عراقي خاضع الى فحوصات مختبريه، ناجح بالفحص المختبري. شنو المانع انه تستخدمه؟ معامل اسمنت عراقيه، ماده الاسمنت اللي تنتجها خاضعه للفحص المختبري. طبعا هذه اكيد اذا ناجح بالفحص المختبري شنو المانع من استخدامها؟ يتم استخدامها اكيد في هذه المشاريع. لا تنسى السبويس، الحصى الخابط كله من مقالعنا احنا، الرمل كله من مقالع اللي هو الخيضر، الحصى كذلك من النباعي. يعني هذه المواد اللي هي السمنت، الرمل، الحصى الخابط، ذني كلن من مقالعنا احنا. يعني ما ممكن تستورد هذه المسائل من خارج العراق. عندنا مقالع والحمد لله والشكر، مقالع ضخمه في العراق وكافيه وسد الحاجه لهذه المشاريع، مشاريع اضخم واكبر مشاريع. فاكيد يعني المنتج الوطني طالما انه ناجح بالفحص المختبري لا ضر من ذلك، اكيد يتم استخدامه في كثير من المشاريع، يتم استخدام المنتج الوطني. إذا نستطيع القول أن هذه المشاريع بالإضافة إلى ما ستقدمه من خدمة للمواطنين لبغدادنا الحبيبة، وقد تنتقل تجربة إلى بقية المحافظات، من تقليل الزحامات المرورية، تخفيف عن كاهل المواطن وعبء ومشقته، أيضا حققت جانب اقتصادي، أنعشت الجانب الاقتصادي في مجال الصناعات الإسمنتية وغيرها مواد البناء، وكذلك وفرت فرص عمل لشبابنا. هل وفرت فرص عمل؟ أكيد مهندسين، طبعا أصبح طلب على مهندسي الموقع، المساح، ذوي الخبرات، أصحاب المصالح، طبعا صار طلب عليهم، وأكيد هذا أدى إلى انتعاش اقتصادي
فرص عمل كثيرة طبعا بالنسبة للعراقيين، وكثير من الناس احنا شاهدناها. كذلك توفر فرصة اقتصادية لأصحاب المنطقة نفسها اللي يصير بها العمل. كثير من الناس من أصحاب المناطق قدموا خدماتهم لأصحاب الشركات وتعاونوا وياهم، بالعكس اشتغلوا بهذه المشاريع، يعني دخل لهم، دخل وارد شهري لهم، واستفادوا من هذه المشاريع، ومسألة اقتصادية أيضا لها دور جدا عالي في هذا الموضوع. شكرا جزيلا استاذ عمر، مهندس عمر صبحي المشرف عمر محمود عفوا، عندي صديقي عمر صبحي فلهذا صار هذا استاذ عمر محمود المهندس المشرف على مشروعي مجسري الشالشيه والطوبشي على هذه الاوقات التي منحتنا اياها. نعرف التزاماتك كثيره بالعمل، لكن نختم الان بسبب ضيق الوقت، يعني الزملاء في الاستوديو يخبرون ان هنالك الوقت انتهى. كان بودنا ان نستمر لوقت اكثر، هنالك العديد من الاسئله والتساؤلات التي نحاول ان نوصل اجاباتها للمواطن لكي يعرف ماذا يجري هنا من عمل، ماذا يقدم هؤلاء الشباب. لكم طبعا كجهه اعلاميه نشكركم تواجدكم ووقتكم ونشركم ما يجري على ارض الواقع، بعيدا عن التفضيل الاعلامي اللي نشهده كثير من الأحيان. نشكركم وأهلا وسهلا بكم، وإحنا جاهزين لأي استفسار لأي توضيح. طبعا إحنا موجودين قبل كل شيء لخدمة المواطن العراقي، وإحنا على استعداد للتوضيح كل ما يحدث للمواطن العراقي، وأهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك عمر، شكرا لهذا الشرف العظيم اللي منحت لنا إياه بوجودنا معاكم مع هؤلاء الشباب الذين يقدمون في هذه الأزمنة، في هذه الساعات المهمة بالوصول إلى أفضل الأجواء المواطن العراقي، شوارع تخلو من الاختناقات أو تقل فيها الاختناقات، وبالتالي الوصول إلى إنجاز مشاريع مهمة في عام الإنجازات. التغطية لهذا اليوم انتهت في برنامج الذي تابعتم به، البرنامج المسائي المستمر طيلة هذه الساعة الماضية. منطقة عمل هو الاسم لهذا البرنامج الذي يصاحب جميع المشاريع التي تنطلق في البلاد في أي محور أو أي جانب من جوانب بلدنا الحبيب.